25 مليون جنيه في 3-4 ايام. يا اختي امال لو الفيلم بقى قعد 10-15 يوم بنتكلم في 200-300 مليون. يا اختي المليار سهل، المليار سهل يا اخوي. وانت خليك يا مقشف يا ابو شهاده قاعد يعني امك كده تجتهد وتذاكر وتروح وتيجي ومفكر نفسك هتحصل على حاجه. ولا وده انت لو اشتغلت عمرك اللي جاي كله مش هتحصل مليون واحد بتاع طب والهندسه. ما انت لازم تحبط يا ابو شهاده. يالا ما بتجيبش ما باكلش عيش. اديك شايف الفنان اهو ربنا فاتحها عليه، ربنا فاتحها عليه. انت متاكد من ده؟ خد يا حمازه، خد يا دكتور حمازه، خد يا باشمهندس حمازه، خد يا باش محاسب حمازه على راي طنط منى، خد يا ناجح يا فالح، ربنا فاتحها عليه. انت شايف ان ده فتح من الله عز وجل؟ تبقى عبيط. والله. عارف ليه يا حمازه يا ابني؟ لان يا اخوي اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عليها هو مالك ده، من اين اكتسبته وفيما انفقت. هتقول له اكتسبته من هارلي؟ هتعمل ايه ساعتها؟ هتقول له يا رب انا اكتسبت دوت من زفر العمده؟ تعليم البلطجه والستات اللي طالعه تعمل واللي والقتل وتعليم الناس عادات سيئه، انا كسبت مالي من ده يا رب؟ فين الفتح في ده؟ انت فاكر ان ربنا لما يفتح لك طريق انك تحصل فيه على مال والطريق ده يكون فيه يعني ريبه يبقى ده فتح من الله عز وجل؟ لا يا اخويا، لا يا دكتور حمازه يا سيدي الناس، ده يا اخويا بيبقى اسمه فتح استدراج. والله ربنا بيختبرك. انا هفتح لك يا حبيبي، هفتح عليك هذا الاتجاه. هتعمل ايه؟ هتمشي فيه ولا هتقول يا رب حاشا وماشا؟ هتعمل ايه؟ مش كل ما تشوف حد عنده خير او عنده رزق او عنده فلوس تقول ده فتح. مشكلتنا ان احنا بينحصر عندنا النجاح والفتح في الفلوس. لا يا اخوي، عمر الفتح ولا البركه ولا رضا ربنا سبحانه وتعالى عليك وعلى العبد كان في الفلوس او انك معاك فلوس كتير. اذا كان معظم اهل الجنه من الفقراء، فانت بتتكلم في ايه؟